السلام عليكم. ده تالت فيديو عندنا عشان اشرح الدور اللي احنا هنشتغله دلوقتي. هنا في الدور ده هنقول ان احنا هنرتفع من نص المسافة بين الاتنين. انا نزلت هنا حشو واعمل كمان حشو بعديها وخلاص، اعمل منزلقة، اقفل بمنزلقة واطلع 3 سلاسل. بعد ال3 سلاسل بعمل كمان 3 دولت اللي هما هيجوا الانحناء معايا. هنا اثبت في حشو في سادس سلسلة في العمود، ماشي، وبعديها بخرج 4 سلاسل بعد الحشو، اعمل 4 سلاسل واروح للدايرة بتاعتي اللي انا عملتها اللي هي مكونة من 10 سلاسل، اعمل فيها اعمدة بلفة واحدة، ماشي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 عمود. يبقى انا كده عملت 4 سلاسل وبعدين اروح هنا اعمل 24 عمود، وبعدين اجي ب3 سلاسل او 4 سلاسل هنا وهنا، وبقفل بحشو قبال الحشو التاني، واجي ب3 سلاسل هنا. ال3 سلاسل دولت هنزل في نص الحشو، انا عندي 4 حشو هنا، هاجي بينهم واعمل عمود بلفة واحدة. العمود بلفة واحدة بجيله من فوق اعمل بيكو، غرزة البيكو اللي هي 4 سلاسل هنا، مطلوب 4، وبقفلها بمنزلقة، وبعدين اكمل 3 سلاسل بعديها عشان اروح للعمود او البتلة التانية. خلاص، بقفل بحشو، اطلع 4 سلاسل، احط عدد العواميد بتاعتي جوه البتلة وانزل 4 سلاسل واقفل بحشو في سادس واحدة من العمود اللي عندي، وبعدين 3، وبعدين اعمل عمود، وبعدين غرزة بيكو، 4 سلاسل واقفل بمنزلقة في راس العمود، وبعدين اطلع 3 تانيين، وهكذا لحد ما اخلص. نيجي هنا، انا عملت دي اهيت طالعة من النص السلاسل بتاعتي اهي، واجي في سادس سلسلة واعمل الحشو. بعد ما اعمل الحشو هنا هبدأ اشوف، لقيت 4 سلاسل عندي. دي طريقة قراية الباترون، ان انا بتبع اتجاه معين، 4 سلاسل وادخل اعمل الحشو، وهاجي اكمل معاكم بعد كده. بس نخلص الدور كله وبعدين نصور وننزل التصوير بتاعنا على الجروب. اوكي، سلام عليكم.